لو ما لقيتش الحاجات دي في صنايع البورسلين ما تخلوش يشتغل. وهي مش هنقول حاجات، هي حاجه واحده، لو ما لقيتوش عاملها وعاملها مظبوط وكويس قوي ما يشتغلش. انا طبعا النهارده اول يوم بنستلم البورسلين وجايين نقسط البورسلين، طبعا في لوحات تايلنج معموله. تعال اما نشوف ايه اللي انا لقيته يخليني اقول كده. اول حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه موجوده، يعني تعالى كده، يعني من اول الميزان كمل كمل كمل، البروه، المالك بانواعه، الشفاطات. تعالى هنا هندسه، بص هنا في كام هزاز، بص شوف الليزر باشا، حتى الميه بتاعتهم جايبينها، الناس مش شايلاك اهم حاجه. السكر، الشاي، الكاتل، المشترك الكهرباء ده، زيت الصابون يعني ما شاء الله. طبعا مش هنتكلم عن الحاجات اللي هي الرئيسيه اللي معايا. انا مثلا عندي مكنه زي كده، مكنه متر و60، عشان هنا البورسلين متر و60. طبعا بنتكلم مثلا عن الخواشات، الصواريخ بانواعها، منهم صاروخ السرعات، الجلافزات، الكلام ده كله. طبعا في ناس بتشوفه رفاهيه، الكلام ده مش رفاهيه. الحاجات دي بتعبر عن قد ايه صنايعي ملتزم وقد ايه صنايعي منظم. مش عايزين نقول ان هو من اعلى الفنيين اللي انا شفتهم في البورسلين عموما على مدار كام سنه شغالين مع بعض ما شاء الله. فبالتالي وطبعا مش هنتكلم عن الجزء الفني اللي اكيد هو بيبقى ليه دور كبير جدا فيه. طبعا احنا بنوجه وبنستلم وكل حاجه، ولكن الفني فعلا بيشكل 80 او 90% من نجاح المكتب. عشان كده بنقول كتير جدا يا جماعه، مش اي حد يشتغل في البورسلين، لازم يكون معاه ادواته كامله، ده رقم واحد. طبعا متنظمه ومتشكله بالوضع ده وبالشكل ده. انا عايز اقول لك الحامل بتاع المكنه ال 160 دي مش رخيص. الحاجات دي بارقام، طبعا ربنا يكون في عونه. هو ربنا يبارك له ما بيسترخصش في عده ابدا يعني. انا مش عايز اقول لكم في شفاطات كمان اي بي تي، بس هي مش موجوده هنا. في شفاطات اي بي تي للبلاطات الكبيره بتبقى اوتوماتيك، يعني الموضوع ما شاء الله، هو الراجل ما بيسترخصش. انا طولت عليكم، بس ارجو يكون الفكره وصلت. يومكم جميل.